السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو ما خليكم تسمعوا الخبر الشباب والجديد، ما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناة هكذاك علاه باع الفيديو يطلع والقناة تطلع. نطلب منكم والو، نطلب منكم غير دعم أنا من القناة. العادة من بعد الانتخابات الوعود تنسى، هذه مكتوبة وطبقناها حرفيا. قلت نرفع القدرة الشرائية نتاع الطبقة الكادحة، الطبقة المعوزة، الطبقة الوسطى، نحي لهم الضرائب. ونحيت الضرائب، أول قرار خديته نحيت الضرائب على كل المرتبات اللي أقل تساوي ولا أقل من 30,000 دينار، 3 ملايين سنتيم على ذاك. وبدينا في رفع الأجور اللي وصلت في نهاية السنة الماضية إلى 47% الحمد لله، وما زال نزيدوا، ما زال. اليوم راكم عارفين أيها المواطنات، أيها المواطنون، الله يبارك فيكم، انتم عارفين اليوم، عارفين واش راهي بلادكم ما بين الأمم. الجزائر محترمة ما بين الأمم. الجزائر اللي كانوا باغيين يهبطوها ويكسروا لها الخشم تاعها، صباح النشيد الوطني يدوي في باريس. واسترجعت البلاد قوتها الاقتصادية واستقرارها. الله يبارك فيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. في شمال إفريقيا، في شمال إفريقيا، في إفريقيا، ما بين الدول تاع العالم الثالث، الدولة الوحيدة اللي حافظنا باش ما يكونش عليها دولار واحد مديونية هي الجزائر. كل شيء اللي حبينا نديروه درناه من أجل الاستقامة تاع البلاد بدون استدانة لأي واحد، ما يسالنا لا الكبير ولا الصغير، حتى واحد ما يسال هذا البلاد هذا. وصلنا الحمد لله اليوم في البحر الأبيض المتوسط. ولما نقول البحر الأبيض المتوسط بما فيها الدول الأوروبية تاع البحر الأبيض المتوسط، ولا واحد وصل النسبة المئوية نتاعنا تاع النمو الاقتصادي 4.2. فيه دول أوروبية لحقت 0.1 0.05 إلى آخره، ما كانش اللي يوصل النسبة نتاعنا، ونزيدوا نواصلوا. وهذه باعتراف من المؤسسات الدولية المالية والقارية. الله يبارك فيك. هذا هو الكلام، ما بقاش اللي يدل الجزائري دروك، يمشي الجزائري. وانا قلتها، اللي ما يحترمش الجزائر وما يحترمش الجزائريين والجزائريات ما نحترموهش، ورانا له بالمرصاد. اخ نفوف، اخ نفوف، راني عارف بلي كثير من الشباب اليوم راهم يعانوا من البطالة. أنا نلتزم معاكم التزام تاع رجال. باللي العهدة الجاية إن شاء الله نخلق بالأقل 450,000 منصب شغل. نزيد نفتح المجال للشباب
تاع لي ستارت اب. وانتم لي ستارت اب هادو شركات ناشئه، في 2019 كانوا 200، اليوم راهم 7800، ونتمنى باش نوصل ل20,000 ان شاء الله. بالنسبه كذلك الاستثمار، فتحنا الباب للاستثمار، اليوم فيه 8300 مشروع استثمار مطروحه عن الوكاله لتنميه الاستثمار، باش تخلق لنا ان شاء الله من على سنتين ونصف بالاقل 300 منصب شغل اخر. ذوي الهمم، المعوزين، المتقاعدين، المرأة الماكثة في البيت، هادو كل نزيد لهم في المنح نتاعهم. في إطار تضامن وطني نتاع صح، كل الجزائريين يتضامنوا في بعضهم بعض. القدرة الشرائية، بالنسبة للقدرة الشرائية نتاعكم ونتاع الناس اللي هم يسمعوا فينا، سنة العهدة الجاية قلت باش نزيد في المرتبات، نزيد في المنح، ونزيد في التقاعد كذلك، نزيد في التقاعد بالسكن. أنا قررت بالنسبة للعهدة الجاية 2 ملايين سكن، 2 مليون دو لوجمون. وأنا نلاحظوا باللي السن نتاع المستفيدين بالسكن بدا ينزل. أنا ماذا بيا باش الشاب والشابة اللي يوصل 27 سنة 25 سنة يدي الدار تاعو إن شاء الله. وما نزيدش نشوف وما نرضاش لأي جزائري باش يعيش في بيوت قصديرية. اليوم السكن، احنا العملية اللي نديروا بها والمشاريع نتاع السكن اللي أنا قايمين بها، العالم بإسره، وأقول العالم بإسره حاسدنا فيها. ما فيش دولة في العالم من أكبر الدول وأقوى الدول إلى أبسط الدول ولا واحد بنى 3 ملايين و500 ألف سكنة في هذه البلاد. ركز أكثر على المعوزين، ذوي الهمم، المتقاعدين، المسنين، والمرأة الماكثة في البيت. كل يدوا حقهم من هذه البلاد هذه إن شاء الله، كل يدوا حقهم من هذه البلاد، وكل يكونوا تحت رعاية العهدة الجاية إن شاء الله.